يوم الأحد وفور صدور نتيجة الاستفتاء التاريخي تجمع آلاف اليونانيين في ساحة سانتيغما المواجهة للبرلمان في أثينا، وذلك للاحتفال بها. بالنسبة إليهم جاءت كصفعة لمخططي التقشف الذي استمر 5 سنوات وقضى على اقتصاد بلد مثقل بالديون. فمقابل 61% صوتوا بلا، جاءت نسبة الموالين للخطة الدائنين 38%. رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بعد 5 أشهر على فوز حزبه سيريزا بالانتخابات التشريعية عاد وفاز مرة أخرى في هذا الاستفتاء، وأكد أن هذه النتيجة لا تعني أبدا قطيعة مع أوروبا وإنما تعزيزا لقدرة الحكومة على التفاوض. وقال: أعطينا مثالا للديمقراطية. ما نحتاجه اليوم هو تفعيل وحدتنا الوطنية والإجماع حول جبهة وطنية قوية من أجل استعادة حياة طبيعية لاقتصادنا ومطالبة فورية لحل مشاكلنا في المفاوضات مع شركائنا. رئيس الوزراء السابق المعارض والمحافظ أنتونيس ساماراس قدم استقالته من رئاسة حزبه وهو حزب الديمقراطية الجديدة.